بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم محمد صقر. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن موضوع الطباعة في الريفت، وهو موضوع سهل وبسيط ان شاء الله. مبدئيا عشان ابدا اطبع بلان زي دوت لازم نفهم مفهوم مهم جدا في الريفت، وهو مفهوم الشيتس او اللوحات. الريفت بيتعامل مع الشيتس. هنا من البروجكت براوزر هنلاقي الشيتس. من الشيت كليك يمين ونعمل نيو شيت. تمام، هيطلع لي المستطيل الحواري. هبدأ اختار يا اما ال A1 مترك يا اما اعمل لود لاي شيت انا اوريدي مسيفه عندي في المكتبة. هبدأ اختار ال A1 مترك. هيبدأ ينزل معايا الشيت بالمنظر دوت. طبعا الشيت زيه زي اي فاميلي موجودة في الريفت. اقدر اكليك عليها وادخل في الايديت فاميلي وابدأ اظبط جواها اللي انا عايزه. ضغطت هنا مثلا ده تكست. تمام، ببدأ أعمل فيه اللي أنا عايزه، أبدأ أحذفه، أكتب حاجة جديدة، أبدأ أتعامل هنا مع التكست. تمام، وهنا الكلاينت نيم ببدأ أغيره، بعمل edit label وكلاينت نيم من هنا، وأبدأ أعدل اسم العميل أو الداتا. أي داتا من هنا أنا عايزها ببدأ أعدلها، أو لو مش محتاج ده كله ببدأ أسلكت عليه كده وأمسحه بالمنظر دوت. كده فهمنا مفهوم الشيت في الريفت. عشان ابدا بقى احط الرسومات بتاعتي جوه اللوحه. هنا مجرد ان انا بقف على المسقط واعمل مجرد دروب دراج بالمنظر ده بيبدا ينزل معايا في اللوحه. تمام، لو نلاحظ هنا محطوط لي الليفل بتاعه والسكيل الرسم. تمام، ببدا امسك كده واختار مثلا من هنا من البروبرتيز. لو عايز مثلا اخلي النو تايتل خالص، لو عايز اخلي تايتل واللاين، عايز ابدا اغير مقياس الرسم بتاعه مثلا دبل كليك واعمله 1:100 او اخليه 1:200 مثلا. بقى عندي بالمنظر ده واعمل اكزايت. خلاص هو كده نزل معايا في الشيت. تمام، لو عايز بقى اشد اي حاجة تانية بالمنظر ده ببدأ اشدها مجرد دروب دراج في الفايل. بعد ما بخلص اللوحة المعمارية بتاعتي او اللوحة اللي انا بطلعها سواء كانت ديزاين او ووركينج، ببدأ هنا من البيج ار وابدأ اعمل برنت. هيطلع لي الدايلوج ده. لما اجي عندكم في الريفت مش هتلاقوا هنا الادوبي بي دي اف. هنبدأ ندخل ونحمله من على النت. هنبحث في جوجل ادوبي اكروبات. ده البرنامج اللي بيبدأ يعمل معايا الادوبي بي دي اف. هبدأ ادخل عليه على موقع شركة ادوبي. هنا بدأ دخل معايا على موقع شركة ادوبي. تمام، هبدأ اشيل التو تشيك بوكسز دول ونعمل انستيل. بدأ يديني فايل هبدأ اسيفه. تمام، وابدأ احمل او اسطب الادوبي اكروبات على الجهاز عندي. تمام، بعد كده بعد ما تسطبه هنقفل الريفت ونفتحه هيبدأ يظهر معايا الادوبي بي دي اف. تمام، ندخل هنا في بروبرتيز. مبدئيا هنا من اللاي اوت ببدأ اظبط انا هطبع الشيت بتاعي بورتريه ولا لاندسكيب ولا ريليتد لاندسكيب. تمام، لاندسكيب مقلوب وهنا بورتريه. هنا عدد النسخ في اللوحة الواحدة، يعني لو عايز الحاجة تنسخ معاه مرتين تبقى بالمنظر ده. هنا الكواليتي دي متسابة لمكنة الطباعة حسب مكنة الطباعة اللي هتطبع عليها. وهنا بلاك اند وايت او كولر على حسب انت عايز تطبع ايه. وهنا مقاس اللوحة، لو هنطبع مثلا متر في 70 هنختار البي 1 ونقول له اوكي. هندخل هنا في السيت اب هنلاقي المقاس بتاعي اتعدل اوريدي بي 1. وهنا نخليها انسيشن زي ما هي، مش هنغير حاجة، هنغير بس هنا الزوم نخليه 100%. بلاش نعمل فيت تو بيج. وهنا لو خليناها هتبقى color. لو غيرنا هناك، يعني لو غيرنا هنا في البروبرتيز خليناها بلاك اند وايت هتغير هناك. لو غيرنا هنا المقاس، لو خلينا مثلا المقاس هنا A3 ودخلنا في السيت اب هيبدأ يتعدل معايا اوريدي ويبقى A3.
اهم حاجة بس نتأكد ان احنا عاملين زوم 100% عشان خاطر تطلع معايا مظبوطة. وهنا برضه لو غيرنا البورتريه هنا او اللاندسكيب هتغير هناك والعكس بالعكس. هنبدأ نختار هنا selected sheets، نعمل select، نبدأ نختار الشيتس دي، كل الشيتس اللي موجودة عندي في المشروع. هبدأ اختار الشيتس اللي انا هطبعها واعمل اوكي، وابدأ اسيف، اختار المكان اللي انا هسيف فيه البي دي اف، ومجرد ان انا بضغط اوكي وببدأ اختار المكان اللي انا هسيف فيه، هيبدأ يحمل معايا اهوت كده، بيبدأ يطلع البي دي اف. وبكده نقدر ان شاء الله نطبع اي فايل من الريفت بطريقة سهلة وبسيطة. واي استفسارات تابعونا على الفيسبوك.